اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض طريقه الفول النابت من اول خطوه لحد ما نغرفه في الطباق وناكله. الاول كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، وعايزه لايكات كتير وتشيروا الفيديوهات بتاعتنا علشان القناه ان شاء الله تترفع بامر الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا، انا ده الفول نجيته، كان عندي انا شريان، نضفته الاول ونجيته. بتاخدي الحبايه البيضه الكبيره، الحبايه اللي تكون كبيره شويه وتكون فاتحه للنابت. ما بتاخديش الحبايه الصغيره الحمرا دي. بتنجي الحبايه البيضه الكبيره فيه اللي لونها فاتح، ومسكته تحت الحنفيه كده، غسلته غسله كويسه ونضفته وصفيت الميه من عليه كذا مره. وبعد كده بسيبه في المية. انا عملت الخطوة دي كده، كنت يوم السبت المغرب تقريبا، كنت يوم السبت كده المغرب بدأت عملت الخطوة دي. سيبته في المية زي ما انتم شايفين كده. بصوا غسلته غسلة كويسة، بصوا شايفين المية معايا رايقة ونظيفة، ما فيهاش اي حاجة خالص علشان انا غسلته كويس. بعد كده سبته في المية ديت لتاني يوم الصبح، يعني يوم السبت بالليل. يوم الحد الصبح كان معايا زي ما انتوا هتشوفوه معايا كده. كان الحباية كبرت طبعا وطريت، مش ناشفة اهي زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا، دي الحباية البيضة الكبيرة بتكون احلى واطعم في النابت من اللي هي الصغيرة. بعد كده جبت شاشة نظيفة، حطيتها على مصفى بلاستيك، مصفى ألو، اي مصفى موجودة عندك، وحطيت عليها الشاشة النظيفة دي. واخدت الفول برضو غسلته من المية اللي كان فيها، وكنت غيرت عليه المية قبل كده مرة، وشطفته من المية اللي كان تاني عليها مبيت فيها. واخدته زي ما انتوا شايفين في الشاشة البيضة دي كده. شاشة نظيفة تكون عندك، عمة بيضة نظيفة، اي حاجة بيضة تكون رقيقة شوية كده نظيفة. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا، انا خدت الكمية اللي عندي كلها. انا كنت صراحة عاملة كمية كبيرة على اساس اخد منها اعمل فول، ادمس فول. فبلتها كلها وقلت بقى ايه، هي كلها كده كده مش بيزرع كله، مش بيطلع كله معاكي بالنتيجة اللي انت عايزاها. فهنشوف اللي طلع منه مش مزرع هنعمل بيه ايه دلوقتي معايا في الفيديو. بعد كده طبقت عليه الشاشة البيضاء ورشرشت عليها مية من فوق. وكل شوية اول ما بلاقي الشاشة نشفت ببلها بالمية زي ما انتوا شايفين كده. كل ساعة ولا حاجة بخش المطبخ، لقيت الشاشة نشفت برش عليها المية. ده اخد معايا الحد والاتنين، ده كان يوم التلات الصبح علشان يزرع. تكون النبتة بتاعته الطويلة بيقعد معاكي يومين علشان يديك النتيجة اللي انت شايفاها دي. يعني انا بليته السبت بالليل ولفيته في الشاشة الحد الصبح، قاعد يعني اخد معايا الحد والاتنين، وفتحت عليه يوم التلات الصبح زي ما انتوا شايفينه كده علشان كنت هطبخه في اليوم ده. بصوا، دي من الاكلات الجميلة جدا وانا بحبها. بصوا، بحب اجزجزه كده واقشره، يعني يعني مش شرط ان انا اكل عرس، بحب اطلعه كده واجزجزه. بصوا النبتة بتاعته طول ايه، يعني ما شاء الله عليه. اخدت منه الحباية الحلوة اللي النبتة بتاعتها حلوة، والحباية اللي مش حلوة زي السمرة اللي على الوش انتوا شايفينها معايا كده، دي استغنيت عنها خالص. اهو بصوا بالشكل ده كده، يعني بخوفكوا بيها زي ما انتوا شايفينها كده. اخدته بقى وقعدت كده على الارض، واخدت منه الحباية اللي انتوا شايفينها دي كده، دي اخدته، ده اللي انا هطبخه، الحباية النبتة الكبيرة. وده اللي مزرعش معايا وحبيته كانت ناشفة، اخدته فصصته وجشرته زي ما انتوا شايفينه كده، وفرمته وعملته طعمية. جبت حطيت عليها كرات وبصل وتوم وفرمتها عندي في الكبة وعملتها اكياس طعمية. هي ملهاش حل غير كده. بصوا، دي الحباية اللي مش كويسة، الحباية الصفرة، الحباية البايظة اللي طاقة من الجنب كده وعاملة حمار. والجشر اللي جشرته من البتاع ده طبعا هنرميه للحمام ياكله. وده عملته طعمية. طريقة طبخه انا اعرف تقريبا في ناس بيعملوه في شوربة بيضة. يعني في ناس بتحب تعمله بتشوحه كده تقريبا بتوم او حاجة، وتعمله في شوربة بيضة، مش بيعملوه طبيخ بصلصة زينا كده.
احنا بنحبه طبيخ عادي بصلصة. عملت له بصلة حلوة ناعمة وحطيت عليها شوية زيت وشوية حتة سمنة صغيرة زي ما شفتوا كده، واديت البصلة تشويحة. وبعد ما بدأت تاخد معايا لون ذهبي فاتح، هنزل براس توم محترمة كده، التوم بيخليه جميل جدا. فرمت يعني عملت مفرمتين بالمفرمة دي. واول التوم مصفر معايا وطلع ريحة حلوة، هصفي عليها الطماطم زي اي تسبيكة اي خضار عادي خالص. هصفي عليه الطماطم، وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد، هضيف له كمون وكزبرة وفلفل اسمر والملح، وهسيبها تتسبك. وبعد كده هغسل النابت تاني، هغسله غسلة نظيفة برضو. وبعد كده هنزله في الصلصة. صلوا على سيدنا محمد كده، وحطوا لايك للفيديو بتاعنا النهاردة. هو فيديو سهل وبسيط يعني، بس حبيت اصور معاكم للناس اللي هي بتحب تعرف طريقة النابت. هو احنا في موسم الفول اللي هو النشف اليومين دول. ف انا من الناس اللي بحبه جدا في الاكل يعني، وكان طعمه جميل جدا وتحسي فيه بسكارة وطعم حلو كده. بصوا انا ضفت بس معلقة صلصة، وضفت الكمون والكزبرة وفلفل اسمر وملح، وسبتها تسبكت زي ما انتم شايفينها كده، نشفت معايا. بعد كده غسلت الفول وضفته على الصلصة. كنت نزلت الحلة كده على البوتاجاز الصغير، علشان كنت مستعملة البوتاجاز الكبير في باقي الاكل. بصوا الصلصة بتاعته لونها احمر وما شاء الله عليها جميلة وطعمها جميل، وطعم الفول نفسه طلعته من الحلة دايب، وهو اساسا ما بياخدش وقت في السوى لانه منقوع فترة طويلة، ويعني مش بيستحمل سوى خالص. هسيبه شوية في الصلصة كده، مش هضيف له اي حاجة دلوقتي. وبعد كده هضيف له شوية مية، وهنضيف له برضو شوربة. عملنا معاه بطاية حلوة كده، وعملت معاه شوية رز بالشعرية. بصوا بدأ يغلي زي ما انتم شايفينه كده، ما شاء الله عليه، وصلصته لونها تحفة. وعملت معاه بطاية زي ما انتم شايفين، زودنا طبعا شوربة من بتاعة البطة، كنت لسه حطاها يعني، فما كانتش لسه نزلت الدسم بتاعها. وعملت شوية رز ابيض، لا مش رز بالشعرية، معلش، رز ابيض بيكون طعمه حلو جدا مع النابت. بعد كده حطيت له الشوربة زي ما انتم شايفين، اهوت مستوي زي الزبدة. بصوا دايب كده يعني. انا يعني على فكرة اكلت منه طبق كده من غير رز، بالمعلقة بجزجزه كده زي اللب كده، اقشره، وبحبه انا بالطريقة دي جدا. غرفنا الاكل. بس معلش بقى على التصوير الاخير ده كده كان في استعجال شوية. فزي ما انتم شايفين كده، ده طبق النابت بتاعنا الخطير ده. ما تنسوش اللايك للفيديو بتاعنا النهاردة.